ريال مدريد كان في الموسم الماضي من أقوى الدفاعات في أوروبا، وهو الأقوى على الإطلاق في الليغا. تسجل عليه 26 هدف فقط في 38 مباراة. في هذا الموسم دفاع ريال مدريد تراجع بشكل كبير، تسجل عليه لغاية اللحظة 18 هدف في 18 مباراة، يعني باقي ليه 8 ديال الأهداف ويتعادل مع عدد الأهداف اللي تسجل عليه طيلة الموسم الماضي، مع أن يلا حنا في الدورة 18. فشنو السبب ديال تراجع دفاع ريال مدريد؟ معكم عصام الهلالي. الا كنتي كتشاهدني اول مره نتمنى تدعمني بلايك وبالاشتراك. اسباب تراجع دفاع ريال مدريد كثيره، غنبداو بخط. اولا خط الهجوم، كما سمعتي خط الهجوم. من بعد تراجع ريال مدريد في النتائج، خصوصا مباراة الكلاسيكو، مباراة ميلان، خرج انشيلوتي بتصريح يبدو انه تصريح غريب، قال ان المشكله الدفاعيه تتبدا بخط الهجوم، وفعلا فينيسيوس ومبابي ما كيضغطوش على المهاجمين، وهذه المشكله كان كيعاني منها برشلونه في فتره ميسي وسواريز اللي كانوا بجوج ما كيضغطوش على المدافعين، يعني الفريق الخصم كيوصل لخط الوسط بكل سهوله. ولكن لاحظنا من موراها التصريح لا فينيسيوس ولا مبابي ولاو كيضغطوا على المدافعين. السبب الثاني خط الوسط، وخصوصا تشواميني كيقدم اداء كارثي في هذا الموسم. تخيل تشواميني اللي الدور ديالو هو تكسير الهجمه واسترجاع الكرات، الارقام ديالو او الاحصائيات ديالو الدفاعيه اقل بكثير من الاحصاءات ديال اللاعبين ديال المحاور اللي هما فالفيردي وكامافينغا. مثلا تشواميني كيسترجع الكره بنسبه 4.4، كامافينغا كيسترجع الكره بنسبه 5.7 في المباراه، فالفيردي كيسترجع الكره بنسبه 5.4 في المباراه، تدخلات كيدخل بنسبه 1.7 في المباراه، كامافينغا كيدخل بنسبه 2.4 في المباراه، فالفيردي شيئا ما، فالفيردي كيدخل بنسبه 1.5 في المباراه. نمروا الاساس المشكله وهو خط الدفاع. خط دفاع ريال مدريد في الموسم الماضي تصاب في الابا وتصاب في ميليتا، ولكن كانوا عده لاعبين اللي قدروا يغطيو هذه المراكز. مثلا ناتشو كان لاعب متميز، وحتى ماندي كان كيلعب في الدفاع، واخيرا كارفاخال اللي حتى هو كان كيلعب في قلب الدفاع احيانا، والاصابه ديالو دمرت فريق ريال مدريد دفاعيا. نشوفوا دابا الاجراءات اللي قام بها انشيلوتي لاصلاح كل هذه المشاكل. كيف ما قلنا في الاول، الاصلاح الاول هو انه امر خط الهجوم بانه يضغط اكثر على المدافعين. الاجراء الثاني هو انه بعد تشواميني نهائيا من خط الوسط ولعبوا في الدفاع ودخل سيبايوس في خط الوسط. الاجراء الثالث وهو متعلق بالاجراء الثاني هو لعب تشواميني في خط الدفاع، وكذلك راول اسينسيو المدافع الرائع الممتاز، تدخلات ممتازه، خروج جيد بالكره، اكتشاف جيد. راول اسينسيو اللي عطى اضافه للدفاع. لكن هذه كلها حلول مؤقته الى غايه نهايه الموسم. ما عرفناش ريال مدريد واش مازال غادي يتعاقد في الانتقالات او غادي يستمر بهذه الحلول. اما الحلول اللي على المدى الطويل فريال مدريد كيفكر انه يتعاقد مع ارنولد في الظهير الايمن وديفيس في الظهير الايسر. اما الخيار الاخير في خط وسط الدفاع فريال مدريد غادي يسعى وراء ويليام صليبا. كل الاخبار كتقول ان ريال مدريد كيوضع ويليام صليبا هو الخيار الاول في خط الدفاع، وكاينين عده لاعبين بطبيعه الحال من غير ويليام صليبا، لكن ويليام صليبا كيتعتبر حاليا الا ما كانش افضل مدافع في العالم فهو من افضل المدافعين في العالم. كان معكم عصام الهلالي، وكيف العاده الا كنتي كتشاهدني من اليوتيوب نتمنى تدعمني بلايك وبالاشتراك، اما الا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعه باش تشوف فيديوهات قديمه. والسلام عليكم ورحمه الله.